ميتلاند يرفض طلب الأهلي. شوبير يكشف تطورا جديدا بشأن صفقة إمام عاشور. كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورا جديدا بشأن صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال أحمد شوبير في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: النادي الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين. وأضاف: نادي ميتلاند رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه عندما تعاقد مع إمام عاشور من نادي الزمالك في يناير الماضي. وتابع: مفاوضات الأهلي مع ميتلاند في الرتوش الأخيرة، تقدر تقول فاضل تكت على انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء.